انا لقيت الحلقه اللي فاتت عجبتكم، قلت اعمل لكم جزء تاني بقى. تفتكر مين من ممثلين الجيل الحالي ممكن يورث ثقافه وتقل اعمال نور الشريف؟ هزليه وخفه دم سمير غانم؟ مين يورث الحظ السيء لمحمد صبحي في السينما؟ في لعبه افتراضيه تماما هقول لك مين يورث مين. مشكله اللي جاي ده. 4 3 2 لا مؤاخذه 6. علشان تقول مين يشبه سمير غانم لا ويورثه فنيا كمان وياخد مكانته حتى لو مجازا، دي ورطه كبيره جدا. احنا بنتكلم في اله الهلس عند المصريين، الكوميديا الهزليه، ولا تقول لي موضوع بقى ولا رساله ولا الكلام ده. بنتكلم في مخترع الهزل واللا منطقيه والهزار اللي ملوش اخر. محدش عارف يقنع سمير غانم يتكلم كلمتين جد على بعض، هو جاي يهلس ويمشي. في ادق التفاصيل هو هلاس، في نوعيه افلامه، في الحوار اللي بيقوله، في لبسه، حتى الاكسسوار اللي حواليه كان بيهزر بيه وما يعرفش ابوه في الهزار. هتطلع جنبه على المسرح احذر، لانه هيسففك تراب المسرح وهتبقى بالنسبه له ماده خام للسخريه. بلغه النهارده كده نقدر نقول انه كان متنمر، حتى لو انت صاحبه. بقول لك ما يعرفش ابوه في الهزار. انا في عالم ذرات فظيع، الكليه كان مشيبنا يدخل المعمل محدش يدخل معاه ابدا. حبيب قلبي كان مشيب الضيف في الحته دي، مش هيبه يعني الضيف يقول له هقوم. ده هو نفسه ما عندوش مشكله يكون الماده الخام اللي الناس تضحك عليها، مش بس هو اللي يضحك، لا ممكن يسمح للجمهور انه يضحك عليه. بص لما عمل واحده ست قرر يعملها ازاي. ده غير بقى ان هو كده بشخصيته وعلى طبيعته وحياته الشخصيه تحس انها فيلم هزلي من افلامه. عيد ميلادي بيني وبينه يومين، في اول سنه اتجوزنا بقى، فجبت له هديه. قلت له ايه يا سميره انا عيد ميلادي النهارده قال لي طب يعني شكلي وحش قوي، انت لسه جايبه لي هديه هردها لك. فتاني سنه قلت طنش بقى، اطنش انا بقى عشان يجيب لي هديه. جه 17 يناير بقول له ايه يا سمير عيد ميلادي، قال لي لو كنت قدمتي السبت كنت لقيتي. كمان ما كانش عنده اي مانع انه يظهر في مشهد صغير لاي حد ممكن يطلبه معاه كنوع من انواع الدعم. ممكن اطلب طلب يا صلاح ولو فيها احراج؟ بلاش يا باشا انت تؤمر. ممكن ادوق كلاكسك؟ ده انا بحبك خالص بالمصحف. مين بقى من الجيل الحالي الاقرب للكاركتر الهلامي ده؟ بص اللي الناس بتردده دايما وبتقول انه خليفته هو محمد ثروت، وده علشان ثروت اخد نفس المدرسه تقريبا، طريقه الهزار والهزليه المفرطه وتحديدا الشكل الظاهري لسمير غانم. لكن انا عندي راي تاني، اصل مدرسه سمير غانم سهل انها تتقلب طالما عندك الموهبه وخفه الدم، يعني ده مش تقليل من ثروت. انا شخصيا بيموتني ضحك عادي وعندي مخزون افيهات منه رهيب، لكن بحس ان تشبيهه بسمير غانم فيه زقه برضه، تحسها مقصوده كده مش طبيعيه 100%. اصل انا لو دمي خفيف ولبست النضاره اللي شكلها غريب في كل حته وما خدتش حاجه جد ابدا بقيت سمير غانم. لكن انا عندي تصور تاني خالص للوريث الفني لسمير غانم. مصر المزارع، مصر المصانع، مصر المقصة. واحده واحده معايا كده هقول لك انا ليه اخترت احمد فهمي. اولا احمد فهمي مفيش اي شبه في الشكل بينه وبين سمير غانم، مدهش. كمل. لكن الموضوع مش بيتقاس بالشبه فملناش دعوه بالحته دي. لكن تعال شوف باقي الجوانب، طريقه فهمي والهزليه والهزار اللي ملوش اخر والضحك من اجل الضحك والافلام اللي مش لازم تكون فيها مسحه جد عشان الرساله والكلام ده. تلاقي رجعت تاني يا سوق؟ ايوه رجعت لك يا تجراسي. خرب بيت امك، هو انت تاني؟ طب هزاره كتير مع اصحاب او يعني متنمر زي سمير غانم. قصقص ولا حمدي المرغني مين اقبح؟ مش عايز اظلم حد فيهم، يعني الاتنين وحشين قوي. وفي نفس الوقت ما عندوش مشكله لو الهزار بقى عليه هو شخصيا، ده ممكن هو اللي يقرر يضحكك على نفسه عادي، ما عندوش مشكله. حياته الشخصيه اللي نعرفها على الاقل فيها كتير من هزليته اللي في اعماله، فهو برضو كده بشخصيته وعلى طبيعته. حصل كونتراكشن للحديد، فانا عايز افتح باب الشقه، اتزنقت شويه فقلت ايه زي في مصر هنا استحمل لحد البيت. عملتها على روحي اصلا. طبعا حتى الجزئيه بتاعت انه يشارك بمشهد صغير عشان يسند عمل لواحد صاحبه عملها كتير. استاذ سمير يعني طبعا اللي حضرتك عملته ده مجهود عظيم يعني، بس احنا فعلا مش فاكرينك. كل دي حاجات بتخليني احس ان فهمي من غير ما يبذل مجهود في انه يبقى شبه سمير غانم هو اكتر واحد فيه منه ومن مدرسته في الهزار وحتى طباعه الشخصيه شويه. ما هو اصلا مش عشان سمير غانم كان بيلبس بشكل معين فيبقى لو خلف ولد مثلا لازم يلبس نفس اللبس عشان يبقى ابنه، اصل هتبقى حاجه غريبه قوي بصراحه. نور الشريف. نور الشريف، يا نهار ابيض على نور الشريف. افتكر ان اول الافلام اللي شفتها لنور الشريف وانا صغير كان فيلم اخر الرجال المحترمين. قصه الفيلم ودور نور الشريف وحتى اسم الفيلم كونوا عندي صوره ذهنيه معينه عن نور الشريف، انه اخر الرجال المحترمين. ياه
زي ما بقول لك كده. بس هقول لك على حاجه، على الرغم من طفوليه وعبثيه الانطباع ده، الا اني اكتشفت بعد كده ان نور الشريف على مستوى الوسط الفني وتحديدا في اخر 50 سنه ممكن جدا يكون اخر الرجال المحترمين. مش معنى كده ان الباقيين مش محترمين، مش ده اللي انا اقصده، لكن كونه فنان مثقف جدا، قارئ رهيب، عنده رايه ورؤيته وفكره الخاص في الحياه والسياسه، ده يخليه فنان استثنائي. دخلت المكتب عنده وشفت ال 22 جزء بتوع كتاب قصة الحضارة. 22 جزء، حاجة ضخمة قوي. الاجمل بقى ان المخزون الثقافي ده يظهر في اعماله، فيبقى نور الشريف افضل من تكلم باللغه العربيه في التلفزيون والسينما المصريه. تلاقيه عامل ادوار زي ابن رشد، ابن خلدون، عمر بن عبد العزيز، هارون الرشيد، ملك الاعمال التاريخيه. الحكمة هي التي دعت الفقهاء للنظر واستنباط ما يسمى بالقياس الفقهي. حتى على مستوى الاعمال التجاريه هتلاقي جزء كبير من اعماله وراه رساله انسانيه مهمه. نوعيه افلام زي جري الوحوش، مسلسلات زي لن اعيش في جلباب ابي، واعمال بقى كتير. الكلام عن نور الشريف ما بيخلصش، ده راجل عامل حوالي 200 فيلم غير المسلسلات، يعني تاريخه قد تاريخ 3-4 نجوم كبار مجتمعين. وده برضو يقول لك قد ايه الراجل ده كان واهب حياته لشغله، بيحب الفن، وما كانش بيتعامل معاه انه شهره وفلوس وبس، لكن اللي كان مشهور عنه انه كان ممكن يتنازل عن اجره او ياخد اجر قليل جدا لمجرد ان الفيلم عاجبه والميزانيه ضعيفه. غير بقى ان نور الشريف تحسه شكل كلمه اعمال كلاسيكيه. لما تراجع تاريخه تلاقيه مشارك في بداياته في فيلم قصر الشوق، مشارك في الحفيد، العار، جري الوحوش، الظالم والمظلوم، غريب في بيتي، سواق الاتوبيس، لن اعيش في جلباب ابي، وعائله الحاج متولي. وواحد من اشهر الافلام الرومانسيه في مصر ان لم يكن اشهرهم، حبيبي دائما. نقطه الكلاسيكيات دي بالذات هتظلم اي حد ممكن نشبهه بنور الشريف، لان اي ممثل هيحتاج يعمل تاريخ كبير جدا من الاعمال، ونستنى بقى شويه بعدها ونشوف ايه من اللي عمله ممكن يبقى كلاسيكيات. بس انا يعني هحاول اقرب المسافات بممثل ممكن يكون فيه جوانب كتير من نور الشريف، ممكن ما يكونش فيه منه كتير، مش نفس تاريخه وقيمته، بس ممكن يبقى على نفس التراك، نفس المنهجيه، نفس الاسلوب خلص. خالد النبوي. نور الشريف مش سهل ابدا تبقى نور الشريف ابدا. مبدئيا كده لازم نتفق ان خالد النبوي موهبه ممكن تكون الاهم في ابناء جيله، ممثل زي ما الكتاب بيقول، هو الوحيد من ابناء جيله اللي شارك بشكل كبير في افلام عالميه، مش بس مجرد مشاركات قليله، ده عمل فيلم امريكي من بطولته. بقول لك ايه، ده عمل مسرحيه باللغه الانجليزيه عمل فيها دور السادات في قلب امريكا، مسرحيه لمده 2 ساعة كاملين عباره عن 4 ممثلين بس، منهم خالد النبوي بدور السادات. بيقدم المسرحيه لجمهور امريكي وبلغه مختلفه تماما، وايقاعها مختلف تماما عن لغته الام اللي اتربى عليها. المسرحيه بتتقدم فين؟ على مسرح الارينا ستيج، اكبر مسارح واشنطن. There is no way to make peace between us. I am an Arab and he is Jew. فاحنا بنتكلم عن ممثل بامكانيات كبيره جدا، مفيش كلام. لكن اشمعنى خالد النبوي اللي ممكن نشبهه بنور الشريف؟ اولا خالد النبوي عنده قدر كبير من الثقافه دونا عن باقي ممثلين جيله، بيبان ده جدا في لقاءاته التلفزيونيه، بيبان كمان في اختياراته الفنيه اللي عملها. اتفرج عليه من وهو صغير في لقاءاته لحد اخر لقاء عمله، انسان مثقف جدا، عنده اراءه الخاصه ورؤيته واضحه، جريء وما بيخافش، ودايما بيعترف بافضال اساتذته عليه. كان هو بيعمل لنا لقاء علشان كان عنده فيلم عايز فيه شباب صغير من معهد فنون مسرحيه، وشفت ال 22 جزء بتوع كتاب قصه الحضاره. 22 جزء، حاجه ضخمه قوي. فانا قلت انا عايز يبقى عندي الكتاب ده او الموسوعه دي. جبتها. خالد النبوي بدأ حياته بفيلمين مهمين مع يوسف شاهين، المهاجر والمصير، شخصية حمزة الحلواني في مسلسل بوابة الحلواني، ودوره في مسلسل حديث الصباح والمساء. ثانية هانم الوراق انت طالب. وبرضه اهتم بالادوار التاريخيه، فعمل مسلسل رساله الامام عن قصه حياه الامام الشافعي، كمان عمل مسلسل صدق وعده اللي كان بيتناول السيره النبويه، ودور طمان باي اخر سلطان للمماليك في مصر، مسلسل ممالك النار. من الاخر خالد النبوي مثقف، ملهم، فنان حقيقي وبيخدم على فنه، مش بتاع ظهور ولا شلاليه، بيعمل اللي يتوافق مع افكاره، مش بتاع فلوس ولا بيدور على الترند. علشان كده انا بشوفه اقرب بروفايل لنور الشريف. انت زعقت ليه للسواق يا استاذ صبحي؟ صحيح ده انت حيالله عندك 77 سنه بس يا راجل، مش قادر تقف تستناه شويه وتسيب الناس تصورك وتحدفك بالموز والسوداني ليه؟ ده انت غريب جدا. يلا مش موضوعنا. مين يورث محمد صبحي؟ انا اكتر واحد كان محير بالنسبه لي بصراحه. ليه؟ لان مفيش حد بيضحك من نفس منطقه محمد صبحي، مش هتلاقي، ما تتعبش نفسك. بس برضه كان لازم الاقي له حد، لازم الحلقه تكمل، وفي نفس الوقت مش هلزق له حد وخلاص يعني. فقعدت فصصت تاريخه الفني كده عشان اوصل لحاجه، فاستقريت بشكل مبدئي ان حياته المهنيه بتتمحور حوالين 3 محاور: السينما، المسرح، والتلفزيون. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟
اسمعني بس للاخر. اقصد ان في كل حاجه من دول له فيهم حكايه مختلفه. السينما عمل اكتر من فيلم وكان حظه سيء جدا، رغم انها افلام حلوه وفيها افكار دايما مختلفه عن غيرها وسابقه عصرها احيانا، الا انه ما حلفوش الحظ في الافلام دي. نقدر نقول انه فشل في السينما. انا اعتقد ان السينما هي التي فشلت فيه. عموما انا عملت فيديو عن الموضوع ده فيه تفاصيل اكتر لو تحب تشوفه. بالمناسبه قصه الفشل في السينما رغم الافلام الكويسه والموهبه اللي محدش يختلف عليها دي بتفكرني باشرف عبد الباقي. برضه عمل افلام كتير معظمها افكار بره الصندوق وسابقه عصرها زي خالي من الكوليسترول وافلام تانية، لكن برضه ما حلفوش الحظ في السينما خالص. برضه في فيديو في القناه عن اشرف عبد الباقي بتكلم فيه عن الموضوع ده بالتفصيل. نرجع للاستاذ محمد صبحي اللي يعتبر هرم من اهرامات المسرح. محمد صبحي له في تاريخ المسرح المصري نصيب كبير قوي، ملك من ملوك المسرح في مصر، ممثل ومخرج مسرحي في رايي الشخصي ولذوقي انا شخصيا هو الافضل على مر تاريخ المسرح الكوميدي في مصر، غير انه قدم شباب كتير تتلمذ على ايده بقوا نجوم كبار بعد كده. لو شلنا مسرحياته وحقبته من تاريخنا لا المسرح هيتاثر بشكل كبير. حاجه كده زي مين مثلا؟ تجربه مسرح مصر مع فرق التشبيه الكبير طبعا، ورغم انه مش ذوقي خالص لكن ما اقدرش انكر ان وجوده في الفتره اللي اتعمل فيها كان له تاثير ايجابي وكبير جدا على المسرح في مصر. رجع المسرح بشكل جديد وغير تقليدي، مش بيعتمد بقى على عدد ساعات كتير زي المسرحيات اللي اتعودنا عليها، بالعكس كانت المسرحيه في حدود ساعه واحده، ارتجال كتير ونوع كوميديا جديد، سعر تذكره في المتناول. كل دي اسباب خلت الجمهور يرجع تاني يروح المسرح، غير انها كانت سبب في ظهور جيل جديد بقوا نجوم بعد كده، وكمان فتحت المجال لمشاريع مسرحيات تانية. شابوه اشرف عبد الباقي والله. نرجع للاستاذ صبحي. في التلفزيون محمد صبحي مش بنفس نجاح المسرح، لكن برضه مش نفس حظه السيء في السينما. له اعمال قليله مش كتير لكن من النوع اللي بيعلم مع الناس ويعيش فترات طويله، زي سنبل والمليون اللي اتعمل منه جزئين وكان مكسر الدنيا في وقته، وطبعا مسلسل يوميات ونيس اللي اتعمل منه 8 اجزاء. فنقدر نقول انه مش عملاق من عمالقه التلفزيون لكن سايب بصمته برضه. حاجه كده زي اشرف عبد الباقي اللي مسيرته في التلفزيون مش كبيره، ملهوش اعمال كتير او اعمال تعلم مع الناس لفترات طويله، بس برضه له بصمته. اشهرهم حكايات زوج معاصر، وطبعا راجل وست ستات اللي اتعمل منه 10 اجزاء. نرجع للاستاذ محمد صبحي. كده انا كلمتك عن صبحي في السينما والمسرح والتلفزيون. دورك انت بقى تقول لي مين ممكن نشبهه بمحمد صبحي ومسيرته ويكون هو وريثه الفني. ما تبخلش تدوس على زرار اللايك، ده بيفرق في دعم الحلقه، والاشتراك في القناه اللي هو زرار السبسكرايب ده مش بفلوس على فكره، وهيخليك تشوف الفيديوهات الجايه. ومستني تعليقك عشان نتناقش كالعاده بعد كل حلقه.